النهارده يا حبايبي عملت معاكم طاجن لحمة راس بالبطاطس، طريقة بسيطة وطريقة اقتصادية. يا رب تعجبكم الطريقة. خشوا الفيديو وشوفوا احنا عملنا احلى لحمة راس دي ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده لحمة راس بطريقة بسيطة كده ولذيذة. انا معايا هنا لحمة راس، ومعايا بطاطستين، ومعايا 2 بصل، ومعايا طماطمتين، وقرنين فلفل حراق لو بتحبيه، ومع قرن فلفل رومي، ومعايا صلصة انا مفرزاها، وطبعا الزيت. اول حاجة هعملها يا حبايبي هقطع البطاطس دي مكعبات واشوحها الاول في الزيت قبل ما نبدأ نشتغل في لحمة الراس. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا قطعت البطاطس مكعبات كده. هنحط بقى في الطنجرة اللي هنعمل فيها شوية زيت، وننزل عليهم البطاطس يتحمروا، وبعدين نكمل بقى بقية الأكلة. أنا هنا يا حبايبي حطيت الزيت، أول ما يسخن بس هنزل البطاطس عليه، ويعتبر سخن لأن أنا كنت مولعة على هنحمر بقى البطاطس وبعدين نشيلها، وبعدين نشوح بقى لحمة الراس ونضيف لها بقية المكونات. انا مش هحطها في الفرن ولا حاجة يا حبايبي، انا هعملها كده على البوتاجاز كده. نستنى بس ان تحمر واقلبها. انا مش عاوزاها تبقى تحمر اوي، انا عاوزاها بس ايه تشد كده. لما بتكونوا محمرينها كده شوية وتحطيها مع اي حاجة في صينية، اي حاجة بقى بتعمليها فراخ وتعملي لحمة راس، بتعملي لحمة كباب حلة، اما تشوحي البطاطس بتدي طعم جميل وبتبقى كده رزينة في قلب الطاجن وما يتهريش بسرعة. هنشوح فيها كده وبعدين ارجع لكم. انا كده شلت البطاطس يا حبايبي، هنزل بقى لحمة الراس. هنديها بقى تشويحة الأول قبل ما نحط المكونات عليها، اللي هو البصل والطماطم والفلفل، وبعدين نجمع بعد كده معاها البطاطس إن شاء الله آخر حاجة. هننزل بس عليها ما نقلبهاش على طول علشان خاطر ننزل منها ما ننزلش منها الميه بتاعتها كلها. نحط عليها بقى ملح وفلفل على اللحمه كده. ما تقلقوش اللحمه هتستوي مع الملح. حكايه ان الملح ما بيأخر السوا ده يا حبايبي ده غلط. الملح ما بيأخرش السوا، بالعكس ده بيزود السوا بيسرعه، وبتبقى في نفس الوقت اللحمه ليها طعم كده حلو. هنستنى اما اللحمه تتشوح ونرجع لك. كده يا حبايبي اللحمه اتشوحت اهي وخدت لون. هننزل بقى عليها البصل. اللحمه الراس يا حبايبي زي كباب الحله بيحب البصل، دول بصلتين وسط. هسيبهم بقى يتشوحوا كده مع اللحمه، وبعد كده نحط الطماطم ونحط الفلفل. انا كده يا حبايبي معايا طماطم كنت عاملاها مفرزاها، نزلتها عليه علشان خاطر بس ايه اللحمه ما نزلتش ميه، فالبصل تعمل طعم معاها. لسه ما حطيتش انا الطماطم اللي هي القطع اللي انا هحطها فريش. هنستنى شويه وبعدين نحط الطماطم الفريش. كده يا حبايبي قطعت عليها كام طماطمايه، قشرتهم ورميتهم عليها اهي، غير الصلصه غير الطماطم اللي انا مسبكاها يعني. هنستنى برضو شويه، مش هنحط البطاطس دلوقتي لما تخش في السوا، البطاطس والفلفل.
كده يا حبايبي هحط معلقه صلصه عشان القوطه لونها مش حلو. معلقه صلصه مش كبيره، وطالما حطينا معلقه صلصه نحط ايه معلقه سكر عشان نعادل الحموضه. معلقه سكر صغيره كده، عشان بس الحموضه يا حبايبي. نقلبها بقى كويس، وهشوف بقى لو هي خلاص دخلت في السوا هنحط البطاطس عشان البطاطس ما تهريش، مع ان انا محمراها برضو. هنشوفها بقى كده ونظبطها ونحط البطاطس معاها كده يا حبايبي. بقى هنحط البطاطس عشان اللحمه استوت كده، البطاطس بقى تكمل سواها مع بقيه سوا اللحمه. وطبعا زودتها شويه ميه لان الميه بتاعتها كانت نشفت. الفلفل برضو هنخليه كمان شويه، اخر حاجه الفلفل علشان خاطر يبقى واضح كده ما يتهريش. هنسيب بقى البطاطس تاخد من طعم لحمه الراس وكمل سواها كده يا حبايبي. بقى اخر حاجه هحطها الفلفل علشان ما يتهريش. ودي اخر حاجه عملناها للحمه الراس. زي ما قلت لكم احنا حاطين لها بطاطس هتزيدها قيمه غذائيه وفي نفس الوقت توفير. عارفين لحمه الراس بقت زيها زي اللحمه العاديه دلوقتي في السعر. فاللي هتجيب نص كيلو مثلا معاها اطفال ومعاها عيله تعملي ايه؟ زودي كده، زودي بطاطس كده. برضه البطاطس غاليه بس زي بعض، لما تحطي بطاطسين 3 كده هيوفروا معاكي وهيدوا طعم حلو وقيمه غذائيه عاليه ان شاء الله. وكده عملنا احلى لحمه راس بطريقه بسيطه. يا رب تعجبكم يا حبايبي.